لو كل فترة بتقولي هبدأ أهتم بنفسي، هكتب أهداف كبيرة أو حتى شوية عادات كتيرة عشان أغير حياتي، بكون متحمسة جدا جدا في البداية، وبعد يومين تلاتة الشغف بيقل، ولا حتى بعد أسبوع أو شهر الشغف بيقل جدا. لو انتي بتعملي كده يبقى الفيديو ده ليكي. عايزة تعرفي بتعملي كده ليه؟ مش عشان انتي فاشلة ولا حاجة، ولا عشان انتي مش عارفة تحققي أهدافك، لأ، عشان انتي بتحطي أهداف أكبر من طاقتك دلوقتي. ممكن تكون الأهداف دي مناسبة بس مش لدلوقتي، مش هينفع تعمليها دلوقتي، مش على قد طاقتك دلوقتي. عشان كده أنا فكرت أعمل تحدي مختلف شوية. مش تحدي هيغير حياتك في أسبوع، ولا هيغير حياتك في شهر، ولا حتى شهرين. لا، تحدي يخليكي تاخدي خطوات صغيرة جدا 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 كل يوم، حتى لو حاجات بسيطة اوي. حتى لو وقعنا يوم مش مشكلة، بس هنكمل بقية الأيام، لأن الاستمرارية أهم من الهدف اللي أنا حاطه. المهم أشوف نفسي بحقق كل يوم اللي أنا عايزة أعمله، العادة اللي أنا عايزة أعملها. مثلا هقولك هدف بسيط جدا جدا جدا، او مش هدف، يعني عادة بسيطة جدا، ان انت تشربي كل يوم مثلا كوباية مية. مش عشان انت عطشانة، لا، عشان جسمك محتاج مية، عشان جسمك محتاج يترطب من جوه قبل من بره. ممكن تكوني بتقعدي تحطي بادي لوشن وتحطي حاجات، بس انت جسمك اصلا محتاج مية من جوه، عنده جفاف من جوه. انت ما بتشربيش غير كل ما تبقي عطشانة، لا، جسمك محتاج مية كتير. ممكن اقولك اشربي كوباية مية زيادة، مش عشان انتي عطشانة. احنا ممكن يعدي ايام كتير، مش يوم واحد، من ما نعملش الحاجة دي. انا ممكن اكتشف ان انا مثلا، او في الشتاء، يعني في الشتاء انا ممكن يعدي عليا يوم كامل ما اشربش، بنسى او ما عطشتش، او غير الصيف والحر، بس بنسى ان جسمي مش محتاج ميه. هل جسمي مش محتاج ميه في الشتاء؟ يعني لا، محتاج طبعا، بس انا اللي بنسى، بس انا اللي مش مهتمية، بس انا اللي بتشغل بحاجات كتير قوي. فحاجة زي دي ممكن تشوفيها بسيطة، مش هتاخد منك دقيقة، بس مهمة عشان جسمك وعشانك. تاخدي مثلا 5 دقايق او 10 دقايق هدوء، فصلان كده، تريحي دماغك. عارفة كده اللابتوب لما بتعمليه ريستارت؟ انا عايزاكي تعملي ريستارت كده. اقعدي 5 دقايق او 10 دقايق على حسب وقتك، بدون موبايل ولا سوشيال ميديا ولا اي سكرين، ولا موبايل ولا تلفزيون ولا اي حاجة، ولا حتى هقولك اقري كتاب، ولا هقولك امسكي اي حاجة اعمليها. لا، اقعدي كده ساكتة، ما تفكريش حتى في اي حاجة. قولي انا هقعد افرغ اللي انا بفكر فيه اليوم كله، مش عايزة افكر في حاجة، مش عايزة اشيل مسؤولية، مش عايزة اريح دماغي بس، مش عايزة اعمل اي حاجة تانية. 5 دقايق او 10 دقايق والله هتفصلي كده وهتفوقي، وهتفرق معاكي. بس تعمليها. احنا مشكلتنا ده احنا حتى يعني كمامز او كأي واحدة عامة، بس بالذات المامز، يعني بحس ان احنا بنفكر واحنا نايمين يعني حتى واحنا نايمين بنبقى قاعدين بنفكر هنعمل ايه بكرة في حاجات كتير. فاعملي كده، افصلي دماغك شوية. اكتبي حاجة واحدة بس انتي ممتنة ليها، حتى لو متحبيش الكتابة. مش هقولك طلعي الدفتر واقعدي اكتبي كتير اوي، لا، اكتبي حاجة واحدة بس انتي ممتنة بيها. مثلا انا ممتنة ان انا النهاردة صحيت عندي طاقة، بس انا ممتنة ان انا شاطرة ان انا النهاردة عملت الاكلة اللي كان نفسي فيها وكنت مكسلة اعملها. بصي، اي حاجة، اشكري ربنا على نعمة واحدة. ربنا انعم علينا بنعم كتير قوي، هتبصي حواليك هتلاقي مليون نعمة تشكري ربنا عليها. لا، اشكري على واحدة بس على الاقل طبعا. اسألي نفسك سؤال مهم قوي قوي قوي، يمكن اهم نقطة هقولها في الفيديو ده. اسألي نفسك انا محتاجة اعمل ايه دلوقتي ليه، مش محتاجة اعمل اللي حواليا او محتاجة او ورايا حاجات. لا، اسألي نفسك انا محتاجة اعمل ايه دلوقتي ليه. محتاجة اطبطب عليا، محتاجة اخدني كده واشرب كوباية قهوة بعيد عن اي صوت ولا اي دوشة ولا اي مسؤولية ولا اي حاجة. محتاجة اقعد مع نفسي شوية، محتاجة اقعد اتفرج على مسلسل بحبه مثلا. شوفي انتي ايه اللي بتحبي. محتاجة تعملي سكين كير بالراحة بهدوء، من غير ما تبقي مستعجلة، ده اذا اصلا افتكرتي تعمليه في وسط مهامك ومسؤولياتك الكتير. اعملي لنفسك حاجة. ممكن على فكرة
ان الحاجة دي يعني ممكن تبان صغيرة او بسيطة، او واحدة تيجي تقولي انتي بتتكلمي في ايه، دي حاجات كده اوريدي كل يوم بنعملها. لا على فكرة مش كل يوم بنعملها، انتي اوقات بتنسي نفسك اصلا خلال اليوم، يعني في حاجات اصلا مش هتفتكري تعمليها. انا مش بقولك هي دي الاهداف اللي هنعملها ولا هو ده التحدي الفظيع اللي هنعمله، لا انا بديكي مثل على خطوات بسيطة سهلة. احنا ممكن كل اسبوع بنغير، كل يوم بنغير الاهداف مع بعض، كل يوم بنبني حاجة جديدة مع بعض. ده اللي انا حبيت اشاركه معاكم، عشان انا مؤمنة جدا جدا ان التغيير الحقيقي بيبدأ من خطوات صغيرة مستمرة. والله عمرنا ما هنعمل عادات كبيرة ولا اهداف كبيرة غير لما ناخد الخطوات الصغيرة. مش هينفع تطلعي السلم مرة واحدة، لازم تطلعيه خطوة خطوة. الاستمرار اهم حاجة في الدنيا. عشان كده انا حابة اعمل تحدي 7 ايام، 7 ايام بس. لو حابة تشاركي معانا، الجروب الواتساب هيبقى في اول كومنت مثبت، او اكتبيلي في التعليق ان انتي هتبدأي معانا، وانا هبعتلك اللينك بتاع الواتساب. بس بجد بجد حقيقي خطوات صغيرة اهم كتير من خطوة كبيرة ما بعملهاش. لا انا اعمل الخطوات الصغيرة احسن ما انا مأجلة الخطوة الكبيرة اصلا.